لأول مرة على اليوتيوب هنعمل مع بعض ميني جاتوه. ميني جاتوه سهل وسريع وصغنن وجميل كده، حاجة كده في منتهى الرقة والجمال، من غير بقى سمنة ولا زيت ولا لبن. هتعملي أحلى جاتوه باتنين بيضة بس، وبمكونات كلها سهلة وبسيطة إن شاء الله. يلا بينا نشوف المكونات بتاعتنا ونشوف معانا ايه النهاردة وازاي هنعمل الجاتوه القمر ده. هنحضر الصاج بتاعنا، والصاج اللي انا اشتغلت فيه النهارده 30 في 40. بطنته كويس قوي بورق زبدة ودهنته بدهنة سمنة صغيرة كده، وبعدين حطيت الزبدة الورق، وبعد كده دهنت ورق الزبدة خفيف خالص برضو، لان ورق الزبدة مش مضمون، فعلشان كده بعمل الحركة دي. بنركنه على جنب وبنجيب بيضتين ساقعين بتطلعيهم من التلاجة وتشتغلي بيهم على طول. على طول هنحط عليهم باكت من الفانيليا، او تحطي كيسين من الفانيليا، اللي الكيس الصغيرة الحمراء اللي احنا بنستخدمها. نص كوباية من السكر، ودي على الميزان 100 جرام بالظبط. معانا هنا 120 جرام من الدقيق، بما يعادل كوباية من المج بتاع الشاي. تمام. انا نخلتها مرة وتاني مرة بنخلها معاكم، فكل ما هتنخلي الدقيق بتاعك كل ما هيدخله هوا، وكل ما الكيك بتاعك هيطلع هش وخفيف معاكي. صدقيني هتفرق معاكي قوي الخطوة دي. تمام. بعد كده معايا معلقة كبيرة من النشا، وهنحط عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من المحسن الجل. محسن الجل اللي ممكن تجيبيه سايب من عند العطار ب5 جنيه، يعمل معاكي مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة كمان. تمام. احنا بناخد معلقة صغيرة بس مش اكتر من كده. نص كوباية من المية المتلجة، والمية دي فيها تلج، يعني توزني 100 ملي كده من المية، وتحطي الكوباية كده في الفريزر كده شوية نص ساعة ولا حاجة، وبعد كده بتشتغلي بيها على طول. تمام كده وزي الفل. هنقلب بقى المكونات مع بعضيها كويس قوي، علشان ما يكونش فيه دقيق او حاجة من البيض بتاعنا في بطن العجان واحنا شغالين، وتيجي في الاخر تبقى مش مضروبة كويس. فانا بمدج المكونات كده مع بعضيها كويس، وبعد كده بشغل عليها العجان. اول ما بنشغل العجان خلاص ما تطفيش العجان بتاعك. اول سرعة كده بتخليه على اول سرعة حوالي دقيقتين تلاتة، وبعد كده بتسرعيه لحد ما القوام بيتقل معاكي وبيبقى زي ما حضرتك شايفاه بالشكل ده. لازم يكون تقيل كده علشان يديكي نتيجة كويسة. هتقوليلي ينفع بالمضرب الكهربائي؟ هقولك ينفع، بس لازم توصلي القوام لكده، لان المضرب بيكون ضعيف شوية عن العجان فبياخد وقت، لكن في العجان بياخد حوالي 10 دقايق كده، وتبصي تلاقيه وصل للقوام اللي حضرتك شايفاه بالشكل ده. تمام كده. بنظبطه بقى في الصاج كويس قوي، وبندخله الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط على فرن سخن. يعني بتسخني الفرن بتاعك كويس قوي، وبعد كده بتدخلي الاسبونج بتاعك، بيقعد مثلا حوالي 10 دقايق ربع ساعة بالكتير قوي، ما تغيبوش عن كده، لأن كل ما هتغيبيه كل ما هينشف معاكي وهيخس معاكي في الفرن، مش هيبقى نافش معاكي. تمام كده. تمام وزي الفل، وماشيين خطوة خطوة مع بعض. أول ما طلع من الفرن دقيقتين بالظبط بتسيبيه يهدى بس، وبعد كده بنغطيه بكيس تلاجة نضيف وبنسيبه. هنشوف دلوقتي هنعمل فيه ايه. بس نشتغل في الكريمة بتاعتنا. معايا كوباية من كريم شانتيه الخام، وانا بستخدم المتحدة، عليهم كوباية من المية المتلجة، وباكت من الفانيليا. وهنا انا حطيت نص كوباية سكر، بس للأسف ما تصورتش معايا. يبقى كوباية كريم شانتيه بتاخد نص كوباية من السكر، وبتاخد كوباية من المية. لقيت القوام تقيل معاكي زودي مية، لازم مية ساقعة متلجة علشان تديكي القوام التقيل بتاع الكريمة، والكريمة ما تسحش معاكي في الآخر. سواء هتضربيه بمية أو بحليب، يبقى لازم يكون متلج معاكي عشان يديكي نتيجة كويسة. تمام. بعد كده سبت الاسبونج ده يبرد تماما، يعني أنا سبته حوالي 3 4 ساعات كده، وبدأت إن أنا أشتغل فيه، لأنك لو اشتغلتي فيه على طول هيتفرفت معاكي. تمام. ممكن تعمليه من بالليل وتشتغلي فيه الصبح، مفيش أي مشكلة. شلت بقى ورقة الزبدة بالشكل ده، وحطيت كيس تلاجة نضيف علشان ما يلزقش معايا في الصاج. وهنا بقى بنشيل بقى الكيس اللي احنا حطيناه في الاول خالص، بعد ما سيبنا الاسبونج يهدى دقيقتين بس، علشان خاطر يشيل الوش اللي انتوا شايفينه بالشكل ده. دي بيكون زفارة البيض لازم تتشال، فالحركة دي بتشيله بكل سهولة. طبعا احنا النهاردة هنعمل ميني جاتو، مش هنعمل يعني حاجة كبيرة، فعشان كده عملت صاج واحد بس. حابة تضاعفي الكميات ممكن تعملي صاجين، وهتعملي كمية كبيرة جدا من الجاتو.
نقسمه بقى بالنص، وهنا لازم نسقي الاسبونج بتاعنا. هنسقيه بايه؟ هنسقيه بشربات حلويات تقيل، شربات حلويات زي بتاع الجلاش كده يكون خفيف شوية. انا هنا ما كانش عندي شربات، وبصراحة كسلت اعمل شربات، فكان عندي معلقتين كده عسل نحل، حطيت عليهم شوية من المية وسقيت الاسبونج بتاعي. تمام. برضه هيدي نتيجة كويسة وهيبقى زي الفل. بس ما تنسيش الخطوة دي، الخطوة دي ضرورية جدا علشان يكون طري كده وجوسي معاكي. انا هنا بحط بقى الكريمة في كيس حلواني وبفتحه فتحة صغيرة، بما ان الجاتوه صغير فمش عايزين طبقة كبيرة قوي من الكريمة او الكريم شانتيه. فحاولت ان انا اظبط كده المقدار علشان خاطر يبقى الطبقات متساوية على قد ما اقدر في الاخر. وزي ما قلت لك يا ست الكل، انا بستخدم الكيس الحلواني علشان يسهل عليا ان الكريم شانتيه يبقى متساوي، وفي نفس الوقت يا دوب كده بسويه بسباتيولا او باي حاجه بيتساوى معايا بكل سهوله. دي بتخفف عليكي وبتسهل عليكي الدنيا وانت شغاله. جبت بقى الطبقه التانية وحطيتها كده بالتساوي، وبدات برضو ان انا اعمل له طبقه من فوق، وهسويها برضو زي ما سويت النص بالظبط. نيجي لخطوة المحسن الجل، أنا بصراحة بستخدمه دايما لما باجي أعمل سبونج، ما بستغناش عنه. تمام. هو فايدته ايه؟ بيخلي السبونج بتاعك هش كده، وفي نفس الوقت المسام بتاعته بتبقى ضيقة قوي مش واسعة. يعني لو ما استخدمتهوش هتلاقي الكيك بتاعك فيه فراغات كتير. علشان جالي أسئلة كتير هل ينفع إن احنا نستغنى عن المحسن الجل؟ بصراحة أنا دايما بستخدمه علشان مبقاش بكدب عليكي. تمام. تقدري تستخدمي بداله معلقة من الخل، بس مضمنش نتيجتها هتكون ايه. بعد ما سويتي السطح كويس قوي، ممكن بقى بشوكة لو ما عندكيش أدوات بقى إن انتي تزيني بيها، شوكة. وبنعمل كده خطوط رايح جاي بالشكل ده. وبعد كده بجيب جيلي أو جيلو أو ملمع على البارد. أنا بستخدم اللي على البارد. جبت معلقتين وبحط عليهم معلقتين مية عادية، مش مية سخنة ولا مية دافية، وبدوبهم مع بعض وبحط طبقة كده على الوش، تخلي الوش يلمع معاكي وبيبقى شكله حلو في الآخر. لكن الخطوة دي اختيارية، بما إنه عندي فاستخدمته مش أكتر من كده. على طول بقى على الفريزر. تمام. وتسيبيه حوالي 3 4 ساعات 6 ساعات، ممكن يبات معاكي مفيش أي مشكلة. كل ما هيبات أو كل ما هيقعد معاكي أكتر، كل ما هيديكي نتيجة كويسة في التقطيع. بس أنا سبته ساعتين بس مش أكتر من كده. أول ما مسك نفسه بس كده بدأت إن أنا أشتغل فيها على طول. بنجيب بقى السكينة المشرشرة أو المنشار ده وبنشتغل. حاول بقى ان انا اسوي الاطراف بالشكل ده علشان شكله يبقى متساوي على قد ما اقدر برضو. يكون جنبي مية سخنة مغلية، بحط فيها السكينة وبمسحها وبعد كده بقطعها. وما بين كل تقطيعة والتانية بتمسحي السكينة بمنديل علشان خاطر الكريمة والحاجات دي كلها ما تدخلش على بعضيها. وهنا بما اني بقى عاملة ميني جاتو فقطعت قطع صغيرة. تقريبا كده العرض بتاع القطعة الواحدة كان حوالي 3 سنتي أو 3 ونص، حاجة زي كده تقريبا يعني. لكن أنا ما قستهاش، أنا قطعتها كده بالنظر مش أكتر من كده. نيجي بقى للتزيين، وتقدري ان انت تزيني اي تزيين تحبيه، يعني اي حاجة في الدنيا حابة ان انت تحطيها على الوش كده، فاكهة ماشي، مكسرات ماشي، نوتيلا ماشي، اي حاجة عندك. انا عملت روزيتات بسيطة خالص كده بأي بلبل عندك، وده بيكون تزيين بسيط مش اكتر من كده. حبيت ان انا اعمل حاجة بسيطة خالص تقدر اي حد مبتدئ لسه اول مرة بيعمل جاتو او بيعمل حلويات يقدر ان هو يعملها. وهنا بقى الكسر بتاع الجاتوه اللي احنا خدناه في الاول ده حطيته بقى في كبات كده، وهعمل برضو عليه روزيتات بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. عمل معايا 3 بالظبط. ده لو ما اكلتهوش وانتي واقفة اصلا، لانه خفيف جدا. السبونج ده خفيف قوي قوي قوي، طعم قوي، احلى من المحلات مليون الف مرة والله. هتجربيه وان شاء الله هيعجبك، وكل اللي جربه الحمد لله نجح معايا. هنا بقى كان عندي شوكولاتة سما اللي هي قابلة للدهن، زي النوتيلا كده بالظبط، اللي هي بالبندق. طعمها حلو قوي، تقدري ان انت تستخدميها. سيحتها كده على بخار مية لانها كانت في التلاجة، وبعد كده حطيتها في كيس حلواني وفتحته فتحة صغننة خالص، وعملت الشكل اللي حضرتك شايفاه ده. وبقى على كل روزيتا حطيت قطعة كده من الفستق، ممكن تحطي قطعة من الكريز،
ممكن ما تحطيش أي حاجة خالص، اللي يعجبِك واللي عندِك، ولو عندِك فاكهة مانجا مثلًا وحابة إن أنتِ تقطّعيها قطع صغيرة وتحطيها على الجاتوه من فوق، هيبقى طعمه خرافي. ما شاء الله رمى معانا كمية محترمة، لو عندِك أي مناسبة وحابة إن أنتِ تعمليه وتفرّحي أولادِك كده وتفرّحي ضيوفِك، هتعمليه بكل سهولة وهتبقي محترفة فيه إن شاء الله بعد الفيديو ده. أتمنى من كل قلبي إن أنتم تجربوا الوصفة بتاعتي النهاردة وبألف هنا وشفا مقدما إن شاء الله للي هيجربها، وربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. وإن شاء الله بإذن الله علشان الناس اللي قالت لي عايزين طريقة الجاتوه ده بالجرامات هسيب لك المقادير في صندوق الوصف بالكوب وبالجرام علشان لو حابة إن انت تطبقي الوصفة بتاعت النهاردة. وكمان تقدري إن انت تعمليه مشروع من البيت، يعني حاجة كده مربحة وحلوة جدا وكمان بسيطة وتكلفتها مش عالية. أهم حاجة عندي في الوصفة إن البيض والمَيّة يكونوا ساقعين جدًا، جدًا، لإن كل ما هيبقى ساقع معاكِ كل ما هيعمل فوم معاكِ وكل ما هيعلى معاكِ أكتر وأكتر وهيديكِ نتيجة كويسة. طبعًا بقى لو عايزة تحفظيه لازم يكون في علبة كده أو في أي حاجة ويكون متغطي كويس أوي علشان خاطر ما ينشفش معاكِ في التلاجة، تمام؟ لازم إن هو يكون في حاجة محكمة هيحافظ على نفسه وهيقعد معاكِ أطول وقت ممكن. لو أول مرة بتشوفيني لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك للفيديو وتعليق من ايديك الحلوين. يا جماعة اللايك بيفرق معايا جدا جدا وبيرفع الفيديو هو والتعليق. وبكده أكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة، أتمنى من كل قلبي إنها تكون عجبتكم وأشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.